مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريتري والمستهل بالعناوين. اختتام منتدى الشعر الشفهي بالتبرايد. ارتفاع عدد الطلاب في المدارس في أفعبد. مجلس شمال البحر الأحمر يلتقي سكان إدارات الضواحي. موسكو تستدعي السفير الألماني على خلفية محادثات الضباط المسربة. واشنطن وسيول تتحديان بيونغ يانغ بتدريبات مشتركة. هايتي تفرض حظر تجول بعد هجوم على سجن وفرار الآلاف منهم. السلام عليكم ورحمة الله. اختتم في 3 مارس منتدى الشعر الشفهي لقومية التجر الذي افتتح في 1 مارس في فندق أسمرة بالاس في أسمرة. وناقش المشاركون من جميع أنحاء البلاد أكثر من 500 قصيدة شفهية في شكل كتاب مع توضيحاته، وضعا في الاعتبار لعلم الشعر وعلم اللغة والتاريخ، وقدموا اقتراحات بشأن المحتوى والتهجئة والنطق وغيرها من الأشياء التي يتوجب تصحيحها. وأوضحت اللجنة التنسيقية في تقريرها الموجز إن المنتدى الذي سادته روح التفاهم كان ناجحا بالأفكار والاقتراحات البناءة المقدمة للمحتوى الذي سيطبع على شكل كتاب بعنوان ثروة الأجيال. وقال مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي في كلمته الختامية إن المنشور الذي بدأ عبر البحث وصل إلى هذا المستوى وله دور كبير كمعلم ومرجع وتنمية الهوية الوطنية. وأوضح بأن نجاح المنتدى يسهم في تنظيم ناجح للمنتديات المماثلة المستقبلية للقوميات الأخرى. هدف المنتدى لوضع اللمسات الأخيرة بمشاركة أوسع في جهود وضع كتاب الشعر الشفهي بلغة التجرايت المكون من حوالي 600 صفحة، والذي تم جمعه من عدد كبير من حافظي الشعر الشفهي ومردديه والفنانين والمؤرخين والكتاب والعرافين بالتراث وغيرهم، المنتقل عبر الأجيال لعكس الوطنية والبطولة وأسلوب الحياة والحب والأخلاق والعمل. انتظم منتدى الشعر الشفهي لقومية التجر مواصلة لمنتدى شعر قوميتي الساهو والنار الشفهي الذي نظمته مفوضية الثقافة والرياضة في عد قيح وبارنتو. أفاد الاجتماع التقييمي نصف السنوي للتعليم الذي عقد من 25 وحتى 27 من فبراير ازدياد عدد طلاب مديرية أفعبد بأكثر من 17%. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ محمد علي إدريس في التقرير الذي قدمه وجود 21500 طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وبرنامج محو الأمية وعريوت والتعليم المسائي، موضحا نسب النجاح في المراحل التعليمية 3. من جانبه دعا مسؤول التعليم الأساسي في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد لتقوية الجهد بالارتقاء بالنتائج المحققة. من ناحية ثانية عقدت ورشة عمل لتحسين النتائج المتدنية في امتحانات الشهادة المتوسطة. وقيمت ورشة العمل إن تدني النتائج انعكاس للضعف الموجود في المرحلة الابتدائية، ويجب على جميع الجهات العمل الجاد لتحسينه. ونظمت في الأخير دورة تدريبية للمشرفين التربويين حول أساليب التدريس. عقد أعضاء مجلس إقليم شمال البحر الأحمر لقاءات مع سكان إدارة ضواحي مديرية قنداع في الفترة من 20 وحتى 27 من فبراير المنصرم لشرح قرارات وتوصيات اجتماعه الدوري 19. وأوضح أعضاء المجلس المشاركة المرضية للمواطنين في مجالات الخدمات الاجتماعية عامة وتحقيق كفاءة التعليم ومياه الشرب الصالحة وحماية الترب وحفظ المياه على وجه الخصوص، منادين لدفع ضريبة الأراضي والمواشي في أوانه وتعزيز المساهمة في نهضة الرياضة. ونشد أعضاء المجلس لوضع حد للبذخ في مناسبات الزواج والمآتم وإيجاد حل لمقاطعة الطالبات للتعليم في المرحلة الثانوية ومحاربة العادات الضارة.
وطالبت الاجتماعات لإيجاد حل عاجل لبديل الحطب في الطاقة وإعادة النظر في الأموال التي يتم جمعها من الشعب لنهضة الرياضة وخلق أوضاع إيصال دعم اللوازم الدراسية التي تقدمها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لجميع المحتاجين والتوعية للحد من تنازل الطلاب للمكيفات التي تظهر في البعض. تم توزيع أكثر من 20 ألف ناموسية على المواطنين في مديرية حمل مالو في إطار الجهود الجارية للوقاية من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض إلياس يماني أن الناموسيات الموزعة تأتي ضمن إجراءات الوقاية. وأضاف أن مديرية حمل مالو ومناخها مناسب لتكاثر البعوض لمرور نهر عنسبة بها، ويتوجب دوما القيام بالحذر والمراقبة. وأشار إلى أن معدل الإصابة ارتفع من 320 عام 2022 إلى 402 عام 2023، موضحا بأن السبب الرئيسي هو الإهمال في نقص الإجراءات الوقائية والفحوصات الطبية المبكرة والنظافة الأسبوعية. ودعا مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد محمد إدريس عبد الله لجنة الصحة على مواصلة أنشطتها التوعوية بالتعاون مع الجهات الإدارية والمهنيين للقضاء على المرض وزيادة استخدام الناموسيات. تلقى 207 من الطلاب دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية في مديرية مندفرة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد صالح محمد سعيد إن المتدربين هم الطلاب المتفوقين في مدارس فتحي ومندفرة وأوروت المتوسطة. وأشاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية مندفرة السيد كبروان تفري بالجهود المبذولة لتنشئة وتدريب الشباب الأكفاء، مؤكدا على تقديم مكتب الجبهة الشعبية كل التعاون. وكانت دورات تدريبية مماثلة قد نظمت لطلاب مدارس سعد قاول وكودوفلاسي وشاخة والدبسرات المتوسطة. عقد سمينار في مديرية قلعلو لحظر استخدام السجائر والتبغ في الأماكن العامة. أوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض محمود أحمد المشاكل الصحية والأضرار الاقتصادية التي تسببها السجائر والتبغ والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنعها. وتناول السمينار الإعلان رقم 142 لعام 2004 بشأن مكافحة تعاطي الطبغ والتدخين والبيئة الصحية والتدخين والبيئة والتغيير السلوكي للسيطرة على السجائر والتبغ ودور ومسؤوليات الهيئات المعنية. ودعا المشاركون في الختام على العمل لتوعية الشعب بشكل عام والشباب والطلاب على وجه الخصوص. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. استدعت موسكو السفير الألماني المعتمد لديها بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثات سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وتوجيه ضربة لشبه جزيرة القرم الخاضعة لروسيا. وذكرت وكالة أنباء روسيا أن السفير ألكسندر غراف لامبسدروف وصل إلى الوزارة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحفيين. وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتقديم تفسير لهذه المعلومات. وكانت رئيسة قناة آرتي الروسية مارغريتا سيمونيان نشرت تسجيلا صوتيا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون قصف شبه جزيرة القرم. وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز تورس وتأثيرها المحتمل، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييف. وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية. قال مسؤولون إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأ تدريباتهم الربيعية بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الحليفان إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية بشكل أفضل. وتأتي تدريبات درع الحرية المقرر إجراؤها في الفترة من 4 إلى 14 من مارس، في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية
تطوير قدراتها النووية من خلال اختبارات الصواريخ وغيرها من الأسلحة. وقالت وزارة الدفاع في سيول إن القوات الجوية للبلدين الحليفين بدأت أيضا مناوراتها السنوية على مستوى الكتيبة لمدة 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن درع الحرية سيشمل ضعف عدد القوات من الجانبين مقارنة بالعام الماضي في 48 جولة من التدريب الميداني المشترك، بما في ذلك الهجوم الجوي والغارات الجوية. فرضت حكومة هايتي حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في محاولة للجم موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي سمح بفرار آلاف السجناء. وأعلنت الحكومة في بيان أن حظر التجول يسري حتى 6 مارس الجاري، وتشمل الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بورت أو برنس. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا. وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في عملية فرار آلاف السجناء من السجن الوطني في العاصمة الهايتية الذي هاجمته عصابات مسلحة. انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم من 3 رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها 6 أشهر على مدار الأرض. وأطلق الصاروخ فالكون 9 المكون من مرحلتين والمزود بكبسولة كرو دراغون التي تعمل بشكل ذاتي من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة علوم الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في كيب كانيفرال على طول ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي. ومن المقرر أن يصل أفراد الطاقم الأربعة إلى المحطة الفضائية بعد رحلة تستغرق 16 ساعة والالتحام بالمختبر المداري على بعد حوالي 420 كيلومترا فوق الأرض. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. اختتام منتدى الشعر الشفهي بالتقرايت. ارتفاع عدد الطلاب في أفعبت. مجلس شمال البحر الأحمر يلتقي سكان إدارات الضواحي. موسكو تستدعي السفير الألماني على خلفية محادثات الضباط المسربة. واشنطن وسيول تتحديان بيونغ يانغ بتدريبات مشتركة. هايتي تفرض حظر تجول بعد هجوم على سجن وفرار الآلاف منه. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ሓንቲ ካብተን ኣብ ንኡስ ዕድሚኤን ንሜዳ ዝተሳለፋ ተጋደልቲ